بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من نجوم على الطريق. معانا نجوم من العيار التقيل زي ما بيقولوا كده في النقد والاستثمار الرياضي وكده. معانا الكابتن وليد عبد الرزاق الناقد الرياضي. اهلا بك يا كابتن وليد. اهلا بك كابتن عصام، واهلا بمشاهدينا الكرام. اهلا بيك. الحمد لله. كابتن خالد عزت بتاع الاستثمار الرياضي كله. اهلا بيك كابتن خالد. اهلا بحضرتك كابتن حبيبي. كابتن وليد، النهارده طبعا المفروض ان انت الناقد الرياضي اللي تحكي لنا بقى الكواليس بتاعت منتخب مصر وكده. ايه اللي حصل في منتخب مصر؟ والله هو الموضوع بتاع منتخب مصر يعني موضوع طويل جدا، يعني حصل فيه حاجات وقصص كتيره جدا لمنتخب مصر الفتره اللي فاتت. منتخب مصر طبعا كان معودنا دايما ان هو من اقوى المنتخبات على مستوى القاره الافريقيه، طبعا زعيم القاره الافريقيه. فكان كل التوقعات وكل النتائج اللي هي كانت هتودينا ان احنا نوصل لنهائي كاس الامم، وكان ممكن ناخد البطوله دي لانها كانت اسهل بطوله الله ينور يقدر عليك. يوصل فيها منتخب مصر ويبدا. كان سهل جدا ان هو يقدر والدليل على ذلك ان اللي هو خد البطوله اسوأ ثالث على مجموعته اللي للاسف الشديد في تخبط اللي هو كوت ديفوار. تعال بقى نشوف ايه الاسباب اللي هي خلت منتخب مصر يوصل لهذه المرحله. طبعا اتحاد الكوره ليه دور كبير جدا في ان احنا قدرنا نوصل بهذا الشكل المتخاذل للكره المصريه. ما كناش متخيلين جدا ان احنا نوصل بالشكل السيء دوت. كان في حاله مرونه بالنسبه للعيبه، ما تعرفش، كان في عدم تخطيط كويس للبطوله. توقف الدوري ما كانش معمول له خطه تنظيميه ان احنا نقدر ننافس على القاره الافريقيه. الواحد فعلا حزين على اللي حصل مع منتخب مصر، لان منتخب مصر حاجه كبيره جدا. ايوه، ما انت داخل اسم مصر كان مرعب لكل فرق القاره، واخد بالك؟ طيب دلوقتي يا كابتن خالد، هو يعتبر المسؤول عن الموضوع اللي حصل. انا بعتبرها فضيحه بكل المقاييس. اتحاد الكوره ولا فيتوريا المدرب؟ انهي فيهم؟ لا، انا حمل مسؤوليه لاتحاد الكوره على اساس ان هو اللي جايب فيتوريا. واخد بالك؟ ما كانش بيتدخل تماما. لا. كان سايب الدنيا. حتى الاختيارات كان فيها مجاملات وكان في مساوئ كتير ومش هو ده منتخب مصر اللي احنا نعرفه القوي اللي بيدخل افريقيا الكل بيعمل له حساب بالظبط للاسف الشديد. كابتن وليد، بالنسبه للمنتخب فعلا كان في مجاملات جامده. بصوا بلغه الكوره مفيش حاجه اسمها مجاملات في الكوره. ازاي؟ هو المدرب طبعا عاوز يكسب، مفيش مدرب عاوز يخسر اكيد. فالنهارده انت جايب مدير فني اجنبي فيتوريا. هو انا شايفه ان هو كان يعني بدلك في القصه كلها. هو مدرب السي في بتاعه عالي، مدرب كان ماسك كذا فرقه من الفرق القويه، ما مسكش منتخب. انت النهارده يا كابتن في ناس كتيره قوي يعني كانت ماسكه فرق وصعدت لنهائيات. يعني كارديرون مثلا طول عمره كان ماسك فرق وصل نهائيات. تمام. عندك المدرب اللي هو بتاع نيجيريا وصل نهائي، كان مسك في فتره للنادي الاهلي. فانت النهارده مش هو ده المقياس اللي انا اقدر اقيس عليه، او دي المعايير اللي انا اقيس عليها كمدرب. المدرب ممكن ينجح، في مدرب ينجح جدا مدرب منتخبات، وفي مدرب انديه. فطبعا الموضوع دوت انا شايف ان هو بدلك بالنسبه لفيتوريا، لانه كان ماشي في الاول لو تفتكر ما كانش خدماه. انت لو تفتكر في لا بس هو بس التشكيل بتاعه الريتيشن بتاعه كان سيء جدا. سوء التقدير انا اقول لحضرتك على حاجه. انت لو رجعت البطوله في البطوله الوديه اللي لعبها منتخب مصر، طلع لعيبه زي احمد رفعت، وطلع لعيبه عملت ماتشات على اعلى مستوى. كروش يعني انا قصدي اقول لحضرتك كان في لعيبه طلعت كويسه. اللعيبه دي فين؟ يعني برضو مين يتسأل عن الموضوع؟ يعني ما انا بقول لحضرتك رقم واحد المدير الفني بس. هو مش معنى ان هو ما عملش كده نقدر يعني زي ما نقول ايه نبقى نخلص عليه بلغه الكوره. لا طبعا الراجل هو كان فيه تجربه،
وارد جدا تنجح وارد جدا تفشل. بس ده بناء على القماشه اللي معاه بتاعه منتخب مصر. هي نقول ان هم الانسجام برضو مهم جدا في لعيب الكوره. الفتره اللي هم استعدوا فيها قبل بطوله افريقيا كانت قليله جدا. النهارده داخلين البطوله وما عادوش الفتره الكافيه اللي هو احنا مره واحده احنا اتفاجئنا كلنا ان كاس الامم كمان اسبوع. فانا شايف ان يعني خساره جدا ان احنا ما نوصلش الكاس والله كانت في ايدينا يعني. كابتن خالد دلوقتي يعني شايف ان حسام حسن اختياره سليم؟ لا انا قبل ما اكلمك على حسام حسن انت النهارده 120 مليون مش قادر تطلع منهم مدرب وطني حقيقي يعرف يمسك منتخب بلادك، دي كارثه كبيره. ليه؟ ما هو انت كان عندك حسن شحاته ونجح بسم الله ما شاء الله. يعني فين حسن شحاته النهارده؟ ما برضه احنا ما نقدرش نقول مثلا ايه حسن شحاته النهارده معلش سنه مش هيسمح ان يمسك المنتخب تاني، ولكن وجوده في الملعب يدي دافع. مفيش اي مشكله. المفروض ان هو يكون مستشار فني لاتحاد الكوره على اساس ان هو يساهم برضك في رايه بالنسبه لاختيار المدربين كده. لكن انا انفرد بحاجه باسم دولة زي مصر، ده أكبر غلط الكابتن. طب حسام أنا سؤالي محدد، حسام حسن هينجح مع المنتخب؟ ينجح. كابتن وليد بص يا كابتن على الأقل لا مؤاخذة يا كابتن وليد على الأقل هيبقى في تفاهم وانسجام ما بينهم وما بين بعضهم. بس شخصيته إن هو العصبية والكلام ده كله هل يتناسب مع نجوم منتخب مصر؟ لا بالنسبة دي لا. يعني انت عايز الكاريزما، انت عايز كاريزما حسن شحاته. ما دي صعب انت عايز الكاريزما دي. لا صعب. حسام حماسي جدا. طبعا هو بيتعامل مع نجوم محمد صلاح، سيبقى يا مرموش، الناس دي انا بتكلم على الناس اللي هي نجوم فعلا المحترفين في الخارج. سيبك من مصر هنا، انا بتكلم على واحد زي محمد صلاح. هل هيبقى فيه توافق بينهم؟ بس هو ده اللي انا عايز اعرفه يا كابتن وليد. بص يا كابتن لو جينا اتكلمنا ايام جيل حسن شحاته وقارنا بين الجيل الحالي دلوقتي هنظلم الجيل بتاع حسن شحاته جامد جدا. ليه بقى؟ ده مش هيتعوض. هقول لحضرتك ليه. اول حاجه حسن شحاته مدرب قدير. يعني كان معاه قماشه اتظلمت ان هي ما لعبتش كاس عالم. احنا ابو تريكه ومحمد بركات ومحمد زيدان وعمرو زكي، الناس دي حسني عبد الرب ومحمد حمص، احمد حسن، انت كابتن انت عملت ماتش سيد معوض. طبعا انت كان اسمك بينزل يروج القاره كلها. انت كابتن انت احرجت البرازيل واتظلمت وكنت ممكن تكسب البرازيل. عملت ماتش تاريخي وكسبت ايطاليا في بطوله عالم القارات. فانت النهارده يا كابتن الجيل دوت حرام ان انت تقارنه بالجيل ده رقم واحد. رقم اتنين كابتن حسام حسن طبعا قيمه وقامه ما نقدرش نتكلم فيها. لعيب طبعا من اقوى اللعيبه اللي في مصر، من احسن اللعيبه اللي طبعا ليه لعيب تاريخ زي ما بيقولوا. بس احنا اتفقنا ان قصه التدريب حاجه وقصه ان انت تبقى لاعب كوره حاجه تانية. مش شرط ان انت تبقى لاعب كبير. كابتن وليد هو نجح مع منتخب الاردن وعمل نتائج كويسه جدا، ولذلك حتى الأردن ماشي على تخطيط حسام حسن. على فكرة على فكرة أنا مش معترض إن حسام حسن أنا بكمل حضرتك. أنا بقول لحضرتك في الشكل العام ما حسام حسن وارد ينجح وارد يفشل. أي لعيب أي مدرب وارد ينجح وارد يفشل. بس النهارده القرار بتاع حسام حسن ده أنا شايف من وجهة نظري كان متأخر قوي. ليه بقى؟ هو مشكلة حسام حسن وإبراهيم دايما العصبية الزيادة. هو اتحاد الكورة كان خايف من حسام حسن قبل كده ان هو يعينه منتخب مصر مدرب منتخب مصر، لان كل الجماهير وكل الناس كانت بتطالب بان حسام حسن يبقى مدير فني المنتخب. اشمعنى الفتره اللي فاتت كانوا رافضين وحاليا وافقوا؟ هل عشان الاخفاق اللي هم عملوه في كاس الامم؟ هل عشان ممكن تقول البيزنس برضك؟ لا انت هتدخلنا في قصه تانية بقى كده ما هل يعني هي كلها محسوبيات احنا فاهمين بس كده وكلها مصالح. انت تحسبها بالطريقه دي. يعني فيتوريا كان بياخد 250 ألف يورو ايوه في الشهر. واخد بالك؟ اعلى مدير فني على مستوى قاره افريقيا كان بياخد. لا وما خدهمش في اللي هو بتاع الجزائر كان بياخد 260 ألف يورو.
بس يا كابتن انا معلش انا معترض معاكم في الكلام دوت لان طبعا لو انت عملت بالسياسه دي جبت مدرب مصري بكره لو انت فشلت او اخفقت هيجي يقول لك انت ما جبتش مدرب اجنبي ليه؟ المدرب الاجنبي هو ده اللي هيوصلنا. لو جبت المدرب الاجنبي بس يقول اللي لك نجح عندنا معانا مصريين. كابتن وليد مدرب وطني ما هو اللي بص يا نجح كابتن، معانا يا كابتن وليد هنرجع بعد نقول اذن هنقولها حضرتك تاني. انا اسف، طب فين الجوهري رحمه الله عليه؟ ما انت تقيس على انت تقيس الجوهري وحسن ماشي، شحاته انا معاك في الكلام انت دوت قيس بس اقول لحضرتك مش كل مدرب وطني وارد ان هو ينجح معاك. لا مش شرط. طبعا انا اتمنى حسام حسن ان هو ينجح الظروف تساعده بس لمنتخب مصر. يا جماعه قماشه اللعيبه هي اللي بتفرق. بس اقول لك على حاجه اللعيبه الجيل كابتن وليد، بتاع خد بركات بالك. وابو تريكه وعماد متعب كان جيل. كابتن وليد اتفضل. دي فرصه عمر حسام حسن لان طبعا. الامور ماشيه كاس عالم طبعا. والامور سهله طبعا. وعندك هو جدير بيها نقط. على فكره هو جدير بيها ان شاء الله لو هو تخطيط كويس تنظيم كويس معسكرات في ميعادها لو هو في دوره وديه داخلها تقريبا داخلينها في قطر لو ابتدى يدور كويس في الانديه في كذا لعيب كويس بس ما حدش بص عليهم. عايزين نطلع بقى من المنتخب ونتكلم مع الاهلي امبارح. شفت الماتش بتاع امبارح؟ ماتش الاهلي اتفرجت عليه طبعا. انا عارف ان انت زملكاوي صرف بس احنا لازم ده بيمثل مصر. لا بس هو طبعا تعادل امبارح وده الولد مصطفى شوبير كان هايل قوي واخد بالك برغم ان انا ليا برضك بالنسبه لكولر انا علامه استفهام بالنسبه لي الريتيشن اللي بيعمله بطريقه غريبه مصر على بعض اللعيبه زي طاهر المفروض اكرم توفيق لسه راجع من اصابه عندك نجم زي رضا سليم لعيب مهاري ولعيب تستفيد منه ده مستقبل المغرب بعد كده ليه ما بتعملش كده؟ ايه اللي حصل في ماتش امبارح؟ اتفرجت عليه يا كابتن خالد ولا برضك مشغوليات؟ اتفرجت عليه يعني النهارده انا لما تيجي تتفرج على اي ماتش مثلا بيخص دولتك وباسم الدوله ويطلع نتائج سلبيه بالنسبه بس ده مش سلبي على فكره التعادل كويس جدا بالنسبه لك التعادل كويس وكل يعني حاجه بس انا ليه دايما احط نفسي ان التعادل كويس ليا ليه معلاش عن كده ليه؟ ما هي برضك انت عندك اصابات كتيره يعني الكابتن كان بيتكلمك دلوقتي في حته يعني ايه ما حدش واخد باله منها القماشه اللي كانت ايام ابو تريكه وبركات احنا عايزينهم يرجعوا تاني يا كابتن. ما هي الموهبه قلت ولا ايه يا كابتن؟ نطلب كده الموهبه قلت بقت. هو طبعا يا كابتن اقول لك على حاجه هو النادي الاهلي دلوقتي يعتبر هو النادي الوحيد اللي في مصر اللي ماشي اللي بيفرح مصر عشان تبقى انت تقولها. انا عايزك تقولها من قلبك بقى. لا انا ده واقع يعني انا الواحد عشان عنده سياسه قويه. الاهلي ماشي الاداره هو دلوقتي اللي مسيطر على افريقيا يعني هو دلوقتي وارد جدا حضرتك بتقول دي نتيجه لا هي نتيجه ايجابيه مش سلبيه. انت بتلعب بره مصر بتلعب في الجزائر بتلعب فرقه تحت ضغوط عندها خبره افريقيه عندها تحت جمهور عندها منافسه فانت النهارده لما تروح وتعمل تعادل هناك في الجزائر دي نتيجه كويسه طبعا. والنهارده خلي بالك برضو فرقه النادي الاهلي مش الفرقه بتاعه دوري المجموعات. النهارده فرقه النادي الاهلي هي فرقه النهائيات يعني بالطبع ان هي ممكن تلاقيها في البدايه بتبقى ماشيه وحش وتلاقيها في الاخر وحصل البطوله اللي فاتت على فكره واللي قبليها دايما بتلاقي الاهلي ممكن بيصعد بفرق هدف. طب نخش بقى في الزمالك بقى عشان الكابتن وليد بقى اتفضل. ايه اخبار الزمالك؟ والله اخبار الزمالك المفروض هتبقى كويسه عشان الصفقات. طبعا الصفقات اللي مجلس الاداره اللي عملها في الفتره الاخيره عمل صفقات فيهم لعيبه المفروض ان هم يكونوا واعدين بلغه الكوره عطشانين كوره عاوزين يظهروا عاوزين يعملوا اسم ليهم. منهم طبعا لعيب انا من وجهه نظري خليفه ابو تريكه ناصر ماهر لعيب على اعلى مستوى بس ربنا يبعد عنه الاصابات. بس انت التصريح اللي هو قاله مع مهيب عبد الهادي مع الكابتن مهيب عبد الهادي ينفع؟ بص يا كابتن هو لا تصريح ما ينفعش. تصريح من ناحيه ايه؟ ان هو يقول لك هو كان بيلعب في الاهلي بس هو زملكاوي ما اختلفناش في كتير قوي في الزمالك هم بيلعبوا للزمالك وهم اهلاويه والعكس صحيح. لكن هو قال كلمه بس انا بعلق عليها قال لك ان الاهلي نجوم ولكن الزمالك اساطير. دي
ليه يا كابتن؟ لا. بص احنا هنيجي نتكلم ينفعش. دي وجهات نظر. انت وجهات شايف النهارده؟ لا اصل انت بص اساطير مين؟ لا يا كابتن، ما هو نادي حسن الزمالك. شحاته، فاروق جعفر، محمد حلمي، مين تاني؟ لا يا كابتن، نادي الزمالك واي نادي في العالم بيقاس نادي بإيه يا الزمالك كابتن؟ ونادي الاهلي بالبطوله. اساطير الكره المصريه. في حته ان هو قال حاجه زي كده، هو الراجل قال كلام مظبوط. لا مش مظبوط لان يا طبعا كابتن وليد. لان طبعا يعني هو سيبك كابتن من الانتماءات. لا مش الانتماءات يعني طبعاً. انا دلوقتي نادي الزمالك انا راجل اهلاوي، بس انا في عمر النور يا كابتن عمر النور ده من الاساطير، حلمي طولان من الاساطير، طه بسري من الاساطير، في ايمن يونس من الاساطير، حماده عبد اللطيف من الاساطير، رضا عبد العال من الاساطير، حماده امام. يا كابتن يا كابتن نادي الزمالك نادي كبير. يعني يا كابتن الاساطير بتعتمد على ايه؟ اي نادي في العالم بيقاس بايه؟ معروف بايه؟ ببطولاته. تمام. يعني انت المفروض ان انا اجي اعمل ايه؟ هو ده يعني تعليقه دوت او تصريحه ده ما كانش طب ليه ما موافق. تقولش راي يا كابتن عصام؟ يعني هو رايه الشخصي كده. ما ينفعش يعني ده يتقال رأي على الشخصي. الهوا عشان انت تكسب يعني ايه جماهير الزمالك. ده غلط. انت المفروض حتى انت كده لو حصل معاك مشكله مع الزمالك وسبته هتقول نفس الكلام. انت عايز تقول يعني يكون عنده ميزان في الكلام عشان يوزن ما بين الاهلي والزمالك. انا عاوز اقول لحضرتك على حاجه. النهارده ما فيش حاجه اسمها اهلي وزمالك. اللعيب دلوقتي الانتماء ده انتهى. حقيقي. النهارده يا كابتن عشان تقول هاخد كام؟ عشان بيراميدز. الله يفتح عليك. النهارده امام عاشور كان بيطلع بيبص تيشيرت الزمالك، ولما كان يجيب هدف ولا حاجه كان بيجري يبص تيشيرت الزمالك. بس انتوا خسرتوه. احنا خسرنا. طبعا هو امام عاشور لعيب كبير. ما حدش يقدر يقول ينكر كده. كهربا كان نفس القصه، كان يبص تيشيرت الزمالك. فكون ان هو بيقول اساطير، الراجل ما غلطش. طبعا نادي الزمالك ولاد بالنجوم وبالاساطير زي ما النادي الاهلي برضه ولاد زي النادي الاسماعيلي. فدي كلمه كابتن احسن كوره بتأدي ما تعبوش يعني في حاجه. الراجل قال كلمه تعجبني صح. الزمالك والاسماعيلي. انا راجل اهلاوي بصراحه يعني. اديك اعترفت للزمالك والاسماعيلي والاسماعيلي طول عمره ولاد يعني. وبعدين اصحابي كلهم في الزمالك واخد بالك، وناس محترمه جدا. انا اقصد ايه؟ لازم يبقى في زي ما كابتن خالد بيقول لك في توازن في التصريحات. ما علينا. طبعا نادي الزمالك ان شاء الله الفتره القادمه هي المفروض ان هو عامل فريق كامل. هيعمل هو جاب فرقه كويسه. مجلس الاداره ماشي بنظام. يعني كان كل الجماهير وكل الناس كانت متخيله ان مجلس الاداره واقف. جه في اخر 10 ايام من القيد لقينا او اخر اسبوع لقينا حاجه تانية خالص. احنا ابتدينا نجي لنا حاله احباط ان مفيش حاجه هتتم في نادي الزمالك. لقينا الناس اشتغلت بطريقه يعني فوق الرائعه. طب ايه رايك اللي حصل مع عبد الله جمعه؟ عبد الله جمعه من ناحيه ايه اللي حصل له؟ ان هو في اخر 48 ساعه تم الاستغناء عنه. والله يا كابتن احنا في زمن احتراف يا كابتن. ما هو انت لازم تديني فرصه برضك. ما انت ما تقديش على لعيب. ما حاتم سكر قبلها وحاتم سكر. طب هو راح الاسماعيلي. انت النهارده يا كابتن انت راجل مسؤول عن نادي. تمام. انت بتدير منشاه. فلما تيجي تدير المنشاه ديت او فريق الكوره انت ليك ان انت اللعيب اللي هو الموضوع مش وليد اللحظه. مش وليد اللحظه يا كابتن خالد. هو الموضوع مش عواطف. الكوره ماشي مش عواطف. بس انت المفروض انت راجل كمسؤول رئيس مجلس اداره مسؤول عن نادي الزمالك اهو. انا حطيتك دلوقتي في المنصب دوت رئيس مجلس اداره عن نادي الزمالك. وانت النهارده الفريق عندك في النتائج بتاعته سلبيه لدرجه ومحدش مستحمل حاجه. وانت النهارده عاوز تبني فريق وجيت عملت مفاوضات مع كذا لعيب. ماشي. بس انت عامل دراسه قبلها وعارف مين اللي هيستمر معاك ومين مش هيستمر. حلو. المفروض انا مثلا كابتن خالد انا مش عايزه معايا الموسم ده خلاص. تمام. واخد بالك. المفروض اقول له خد بالك انت حاول تشوف لك حته. تمام. لان احنا هنتم مثلا ايه بالمعروف كده هنفترق. تمام. واخد بالك. ما تجيش قبلها القيد هيقفل تيجي تقول لي خد بالك انت هتمشي. طب ما انا بجيبها بالعكس يا كابتن. انا النهارده بفاوض سين وصاد وعين. وارد جدا يجي سين وما يجيش صاد وعين. يعني انت حاطه ستيب. طب يبقى انت كده بتقضي على مستقبل اللعيب. ما فيش حاجه اسمها ستيب. انا مصلحه النادي رقم واحد وبعد كده مصلحه اللعيب. بس الراجل ده اداك. الراجل ده اداك. يعني انت في وقت كان فيه ظروف عندك عبد الشافي كان مصاب ودوت كان هو الباك ليفت الاساسي يا كابتن. ماشي. انا جبت صفقات في قدامي صفقه هتبقى افضل واحسن. كل الانديه بتعمل كده يا كابتن. مش نادي الزمالك بس هو اللي ممكن يقدر يعمل كده. ده احتراف. وده انا اهم رقم واحد عندي الكيان. وبعد كده اللعيب ده
يعني لعيب خدمني بس كتير. هو كان الاهلي كان بيتهم بالموضوع ده. لا يا كابتن، اصبحت بقى يا كابتن كل الانديه الاحتراف المصريه والانديه الاوروبيه كلهم لازم انا مصلحتي فيه. كل الانديه يا كابتن عصام كله بياخد من بعض. النهارده يا كابتن عصام المصلحه فين؟ النهارده اللعيب ده المصلحه فين النهارده يا كابتن؟ اللعيب دوت لو كانوا جاي له عقد احتراف بره مصر وفاضل يوم عقيده والكلام دوت، ما حصلتش مع كذا لعيب في النادي الاهلي والنادي الزمالك ويسيب النادي في عز ما محتاجه. ده اللعيب نفسه. طب يا كابتن انت بتحاسب يعني؟ انت زعلان عشان اللعيب النادي سابه ومش زعلان من اللعيب لما يسيب النادي في عز ما النادي محتاجه؟ عموما ربنا يوفق نادي الزمالك، انا اتمنى له ان شاء الله ان شاء الله. واحنا عايزين النادي الزمالك يطلع، الاهلي والزمالك والاسماعيلي احنا عايزين النادي الزمالك يطلع. الانديه دي الانديه الشعبيه بالذات انديه ليها اسم وليها كيان، هم اساس منتخب مصر. طبعا طبعا طبعا. ايه رايك في الاستثمار الرياضي؟ طبعا الاستثمار الرياضي في مصر هنا بيدار بشكل انا من وجهه نظري سيء جدا. سيء. ابتدت دلوقتي الاكاديميات بقت اقدر اقول عليهم، طبعا مش كلهم عشان ما اظلمهمش يعني، بس النصب الكروي اقدر ااقول لك ان هي نصب كروي، لان طبعا اهم حاجه عنده ان هو توعد وعود وما بتنفذهاش. ياخد من اللاعب يقول له انا هاخد منك مبلغ وهأيدك وهلاعبك. على فكره يا كابتن دي بقت آفة من آفات الكره المصريه السيئه اللي احنا وصلنا فيها دلوقتي. يعني لعيب الكوره كده افهم من كده يا كابتن خالد ان هو الاستثمار الرياضي نسبة السلبية أكبر من الإيجابي ولا الإيجابي أكبر؟ لا السلبي أكتر. ليه بقى؟ اللي هي النقطة اللي بيتكلم فيها كابتن وليد إن هو الناس ما فيش مصداقية. لا ما فيش مصداقية. والنهاردة أنت لما يجي النهاردة مثلا أب جايب لك مثلا أولاده كلام سليم وبيدفع لهم وعايز يبقوا في مستوى تاني وحاجة تانية وإحنا وللأسف كل واحد النهاردة بيقول لك كل واحد عايز يشوف نفسه عايز أشوف محمد صلاح وده مش عيب. مش عيب، ده حاجه كويسه. طبعا ده حاجه عنده كويسه. طموح ويبقى عنده حافز ان يبقى موهبه ان يبقى زي ما محمد صلاح. ولكن ما تجيش في الاخر هتلاقي انت بتظلم لعيبه للاسف. بيظلم لعيبه يا كابتن. انت النهارده في عندك لعيبه كويسه جدا في الاقاليم معهمش فلوس ال 300 جنيه ولا 200 جنيه اللي يدفعوها كل شهر. في كتير النهارده الناس اللي هي يعني قليله في الكوره بلغه الكوره ما بتلاقوهمش يدفعوا 300 جنيه و500 جنيه في الشهر. ليه يا كابتن عصام وانت ماشي انت ما بتلاقيش على الطريق الزراعي مثلا كده حته ارض وشباب بيلعبوا فيها بالكره الشراب؟ انزل اختار. مفيش شراب بقى ده على احنا بقى انت كده هتعيش. انزل اختار من هنا. خد بالك الموضوع ده لازم يبقى لينا حلقه مع بعض تاني. واخد بالك ونتكلم في الموضوع ده باستفاضه. كابتن وليد شرفتنا النهارده. شرفت بيك يا كابتن. وان شاء الله يبقى لينا حلقه كده اهوت نتكلم في كل السلبيات اللي موجوده في الكره المصريه. شرفت بيك كابتن وليد، وان شاء الله نشوفك من احسن النقاد على مستوى العالم مش مصر بس. كابتن خالد شرفتنا كابتن خالد، وان شاء الله لينا لقاء وهنطرح نقطه الاستثمار الرياضي خصوصا في السلبيات نحاول نعالج فيها، يمكن نكون سبب في حل مشكله الكره المصريه في مصر ان شاء الله. كابتن عصام تحياتي ليك وتحياتي للاسره حبيبي واسره البرنامج حبيبي. شكرا لحضراتكم في حلقه جديده من نجوم على الطريق. شكرا، السلام عليكم.